مدينة ملوي، حيث كانوا يرقصون ويمرحون ويسمعون الأغاني والأهازيج فرحا بالثورة، فرحا بملوي الحديثة، ملوي الجديدة. ولكني أثناء عودتي التقيت بمجموعة من الشباب الذين ليس لهم هم في هذه الدنيا سوى لقمة العيش. شباب جميل سألتقي معهم بعد ثواني إن شاء الله. طموح، تمتع بعزة نفس. الشباب صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فلا يقربون الحرام، وقد عاهدوا الله منذ اللحظة الأولى أن يكونوا مواطنين شرفاء أوفياء لبلدهم ولبلدهم مصر العزيزة الغالية. هؤلاء الشباب أقاموا مشروعا صغيرا ليتقوتوا منه، لا ليبنوا عمارات ولا ليبنوا قصورا ولا فيلات، ولا يأكلون البيتزا كما كان يأكلوها الرجال السابقون من الحكم السابق أو الحكم المخلوع. هؤلاء الرجال شباب لم يتجاوز عمرهم، يعني الكبير فيهم لا يتجاوز 27 عاما أو 25 عاما، 31 عاما، متزوجون ويعودون أسر ويسكنون بالإيجار، ويمرضون أيضا كما نمرض، ويكشفون ويلبسون ويأكلون ويتقوتون. فسألتهم ايه ظروفكم؟ فقالوا والله الظروف لا تسمح لنا اطلاقا ان حتى نتناول العيش الحاف. فدي لقاء مع الطرف الاول. السلام عليكم. اسم سيادتك؟ علي صوتك. محمود نبيل. محمود نبيل. منين يا اخ محمود؟ من ملوي هنا. من ملوي جبل البلد. رجال جبل البلد رجال اوفياء مخلصين شرفاء، رجال عظماء على فكره جبل البلد. احد يعني ايه ظروفك يا محمود؟ والله معايا عيلين والله ما عارف اوكلهم، يعني انا ظروفي يعلم بها ربنا. كنا نفتح المشروع ده وانت ناكل. ما هو المشروع؟ ايه طبيعة المشروع؟ طبيعة المشروع اللي احنا نعمل نظام كافتيريا. نظام كافتيريا. تقريبا مساحتها قد ايه اللي في مخك يعني؟ 40 متر. 40 متر. خلف كورنيش النيل، خلف كورنيش السرعة الإبراهيمية. ايوه. طب تكمل يا اخ محمود. بس فهي الظروف هنا يعلم بها ربنا، والمعيشة غالية والدنيا كلها غالية. انت متزوج؟ انا متزوج ومعايا طفلين. معاك طفلين. محصل على شهادة او دبلوم؟ معايا الشهادة الثانوية، خريج الثانوية الأزهرية. الثانوية الأزهرية. من قلة الفلوس ما قدرتش اكمل. من قلة الفلوس ما كملتش؟ وصلت لغاية ثانية شريعة وما قدرتش. كلية شريعة وقانون. شريعة وقانون. ما قدرتش اكمل عشان الجواز واتربكت في المسؤولية. طب ناخد الاخ الطرف الثالث في هذا الموضوع الحساس، الموضوع الحيوي الذي يهم شخصيا سيادة اللواء سراج الدين الروبي محافظ المنيا، ورجل يعني رجل شهم، رجل وقور، رجل نظيف، رجل شريف، رجل عفيف، يهتم بالشباب ويقوم على تشغيلهم، وخصوصا انهم سوف لا يكلفون الدولة شيئا بل سينظفون هذا المكان. اسم سيادتك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمه ابراهيم محمد عباس. ابراهيم محمد عباس، اتفضل. انا فتحنا المشروع ده مش كافتيريا يعني، ولا هي ترابيزه وعاملين عليها شويه فلوس، وعايزين بس نسترزق منها وناكل منها عيش، فمش حد يبقى في حالنا. ودي يعني مش كافتيريا ولا نور ولا جايبين اضاءات. كلها بالمجهود الذاتي، يعني احنا نظفنا الزباله. يعني احنا جبنا لمينا الفلوس من بعدين ازاي؟ احنا نظفنا الزباله. نظفنا الزباله اللي كانت تحت الطرقه ديت عند الميه، كانت زباله ورمين فيها حاجات لمؤاخذه ميته، بهايم ميته، وخزان وحاجات مش بيجري على ما نظفناها. بعد ما نظفناها وجبنا فيها، انا كنت عايش في اليومين دول بس. انا واحد من الناس ما معيش شهادات بصراحه. تزوج ايضا؟ معايا 3 عيال. 3 عيال. اكبرهم كم سنه؟ 6 سنين ونص. وفي مدرسه ولا ما فيش مدارس؟ مدرسه. انا عايز مدرسه، والبنت الثانيه ان شاء الله تخش يعني الثانويه. ماشي. ناخد الاخ الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. حمزه محمود. حمزه محمود. سني 30 سنه. 30 سنه. هم كلمتين، احنا عايزين ناكل لقمه عيش بالحلال. ايوه الله يفتح عليك.
ولا عايزين نسرب ولا عايزين ننهب. عايزين الحكومة رجاء يعني اللي هم يدونا موافقة اي ورقة ان احنا الحتة دي ناخدها بحيث ايجار باي امكانيات. انت ذهبت ذهبنا الى المحافظة. ايوه. قالوا دي تبع الري. ذهبنا الى الري ما لقيناش حد في المكاتب موظفين اساسا يوجهنا لاي شيء. مرة واثنين وثلاثة. وذهبت ايضا للمهندس عادل مسعود عبد السيد. لا ما رئيس تفتيش ري جبل المنيا. ما عرفناش نجيب لها. هو المسؤول عن حرم الري. ذهبنا الى اتفضل. انا وابراهيم رحنا 4 مرات الري اللي هنا. ايوه شرق المحطة. والله اقسم لك بالله المكاتب ما فيها واحد. ما فيش مسؤول قدرنا نقابله مع ان ما فيش حد هناك اصلا. والكلام ده احنا صورناه على فكرة. طيب ماشي. مين الاخ الرابع فيكم بقى؟ طيب السلام عليكم. الاسم؟ مين؟ ايوه اخ ابراهيم. ايه برضو انت شريك مع الجروب الحر، الجروب الذي يريد ان يأكل لقمة عيب بشرف. يعني مجموعة من الشباب تريد ان تأكل لقمة عيش بشرف. انا واحد من الناس بأمانة. كم سنة؟ انا عندي 32 سنة. معايا 4 عيال. لا مصيبة ولا غير ولا اي حاجة. معاك 4 عيال؟ ولا اي حاجة. اكبرهم كم سنة؟ معايا سنة ب 5 أصلا. معايا عبد الحميد. معايا علي معايا زياد. ربنا يخليهم لك يا رب. احنا مش عايزين اكتر. ايه المطلوب طيب؟ ايه المطلوب من رئاسة المجلس او محافظ المنيا؟ او عايزين منه خدمة واحدة بس. هي دي كتير على 4 شباب يقفوا ياكلوا فيها عيش بالحلال. حته الارض ما تسويش خلوات مليانه زباله نظفناها بشجانا وبتعبنا. واللي احنا طالبينه ان احنا كتير علينا. لا مش كتير. كتير على 4 شباب كل واحد فينا معاه 3 عيال واللي معاه 4. طيب من خلال موقع ملوي اونلاين اناشد السيد محمد رشاد رئيس مجلس مدينة ملوي، واناشد ايضا الاستاذ عبد المالك الشيمي نائب رئيس مجلس مدينة ملوي، واناشد الاستاذ ايضا علي غلاب رئيس مجلس مدينة ملوي، وكل رجال الخير بملوي، واناشد السيد اللواء سراج الدين الروبي محافظ المنيا ان يهتم بالشباب. هؤلاء الشباب ارادوا ان يأكلوا لقمة عيش بشرف، والثورة قامت على عيش، حرية، عدالة اجتماعية. اذا اين استثمارات الثورة او اين ثمار الثورة؟ وهؤلاء الشباب الذين عاهدوا الله منذ اللحظة الاولى ان يأكلوا بالحلال وان يعيشوا بالحلال وان يموتوا بالحلال ويكفيهم الكفاف ان يعيشوا، ارادوا ان يفتحوا مشروعا صغيرا للمشروبات الساخنة والباردة يقدموها لأهل ملوي وخدمة كورنيش ملوي، وسوف يقام هذا المشروع أسفل كورنيش السرعة الإبراهيمية. اتفضل. اوضح لحضرتك ملحوظة صغير. احنا مش عايزين الكورنيش، احنا خالف. انا عارفها، انا هقوم اصورها. انت ما تجيش 40 متر هي اللي طالبينها. الكورنيش ملناش. كلمة تانية عايز اقولها لحضرتك وللكل يسمعها. هل عيالنا عايشة زي عيالكم؟ هل عيالنا تصرف وتضيع وتلبس زي عيال الناس المرتاحة ولا لا؟ لا طبعا. محدش فكر في كده. محدش فكر في الشباب الحرة اللي عايز تجيب الجنيه بالحلال. واحد مننا لما بيع يوم ونفس البيت ما يلاقيش ياكل. لا انا زوائية نفس البيت. انا واحد الناس من 4 عيال. 4 عيال. ولا في شغلة ولا مشكلة. اعرف يعني. لك الله. لك الله. رغم الثورة دي بعد الثورة الناس مرتباتها زادت. طب والناس تاكل طوق. لا الناس اللي مش موظفة همومها زادت. تاكل طوق. همومها زادت. مشاكلها زادت. اعبائها زادت. حاجة تنزل وهتخلص. حاجة كل ما تروح تولد. يعني هذا هو يعني حد يجب معايا كده. هذا هو المشروع. هذا هو المشروع. يعني عبارة عن يعني تصور هنا حاجة تاني. يعني مشروع. بعد ما نضفنا الاول المشروبات الساخنة. بعد ما نضفنا وتعبنا هنا المجلس. هذا السيد المحافظ سراج الدين الروبي. هذا هو المكان الذي يريد ان يقيم فيه الشباب مشروعهم.
هذا هو المكان الذي يريد ان ينشئ فيه الشباب مشروع من اول الكشك لغايه الراجل الطيب ده، من اول الكشك من اول الراجل الطيب اللي واقف ده لغايه الكشك. يا سيادة المحافظ ربنا يخلي لك عيالك، سيبنا نستمسك في الحلال. كان هذا لقاء عابر وسريع مع مجموعه من الشباب، وهم 4 يريدون ان ياكلوا لقمه عيش بشكل الثوره التي كان من ضمن مبادئها واساس مبادئها عيش، حريه، عداله اجتماعيه. قامت الثوره من اجل هذه المبادئ. هؤلاء الشباب ال4 هم الان يقفون على حافه الهاويه، اما ان ناخذ بيدهم وننقذهم من الهلاك والضياع، او اما ان ينحرفوا وينجرفوا كاخرين سابقين. نرجو من المحافظ وكل مسؤول بمحافظة المنيا ان يعمل جاهدا ومخلصا لوجه الله تعالى، متذكرا المخلوع كان بالامس حاكما واليوم سجينا. يا ايها المحافظ قم بعملك وارعى هؤلاء الشباب. بارك الله فيكم. ومن خلال موقع ملاوي اونلاين نقدم لكم التماسا وتحية وتقديرا، ولن نبوس ايدي احد كما فعل الفلاح الذي قبل او كاد ان يقبل ايدي وزير النقل عندما افتتح الكوبري او محور ملاوي العلوة على النيل احتياجا للسولر. نقول للسيد المحافظ ومن خلفه رجاله الاوفياء المخلصون، بل نعمل جميعا على النهوض بهذه الشباب، بهؤلاء الشباب الذين لا يطلبون شيئا سوى لقمة العيش بشرف، بامانة، باخلاص، لانهم يرفعون معا ونرفع معا شعار عيش، حرية، عدالة اجتماعية. يبقى هم ال4 كده، نقول على اول واحد عيش، ونقول على الثاني حرية، ونقول على الثالث عدالة اجتماعية. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من موقع ملاوي اونلاين قدمنا لكم صورة حية من عينة من شباب ملاوي الذين يريدون ان يأكلوا لقمة عيش بشرف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم رئيس التحرير ابو زيد على ابو زيد من مدينة ملاوي، بلد الرجال المخلصين.